سابوك في البيت. لا هو انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه؟ لا صحيح. خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب بيكم مره تانية وسعيد بوجودكم وسعيد بالنقاش والحوار اللي تم خلال الثلاث ايام اللي فاتوا دول. انا يشرفني اني اقف النهارده هنا واكون عبره لكم. هقول لكم شويه حاجات كده عشتها خلال الفتره اللي فاتت. احنا بنقول كلام جميل مع بعض ان شاء الله. جدع براحتك كمل. انا بالنسبه لي انت راجل وجبه حلوه، وجبه غنيه. قلت لكم ان انا بشارك معاكم هنا مش كرئيس مصر. لما بقول الكلام ده الناس بتفتكر ان انا بدغدغ مشاعر الناس. انا ما بعتبرش نفسي رئيس لمصر، انا بعتبر نفسي انسان. وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعال. ساعه ما حصل الاحداث بتاعت 2011 و12 و13 والمصافة، كنت بقى موجود في مجلس الوزراء، فكانوا يقولوا لي احنا عايزين نحافظ عليك، انت الايقونه بتاعتنا. انا بقول لكم كلام اتقال. تكونش فاكر نفسك جراح وانا مش واخد بالي. يا بيسي انتوا الايقونه بتاعتنا، انت البطل. جميل. هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ طب مين اللي هيقف مع السيسي؟ مين اللي هيقف مع الراجل ده اللي حط روحه على كفه في 3 يوليو؟ هو اللي بيدافع عن بلده دافع عنها؟ ولا لا نفضل لآخر نفس دفاع عن مصر؟ ما ينفعش مصر تقع. خايف حتى لو كانت البلد تخرب. انا ما بقتش خاف زي الاول. انا بقيت بخاف. هو حد ممكن يدي ظهره ولا ايه؟ لا مش ليا، انا ظهري ربنا. اي حد يحكم اكتر من 8 سنين يحس ان هو مبعوث العنايه الالهيه لانقاذ هذا البلد. ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل. لاحظي ان المصري ده الحاكم بتاعه نصف اله او اله. بنقول لك اعمل السيد بالادب كده وبالاحترام كده تخزي الشيطان كده. قالوا لي يعني بتتكلم كتير عن ربنا ليه؟ قلت لهم حبيبي وغالي عليا. لا يا راجل، يعني انت مبروك بقى. الله يبارك فيك. لا الله يبارك فينا كلنا، انا مش هحلك. وانا اللي شايف هو عمل ايه معاكم. طب احنا لا ممكن تكونوا شايفين، بس انا شايف اكتر. ربنا سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان، يعني هو اتى سليمان القدره على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. ففهمناها سليمان. لا الراجل ده مش طبيعي. نرجع بقى تاني للموضوع بتاع الفتره ديت. ده مفيش حاجه فيك يا مصر، هو حد يزعل من الكلمه اللي هقولها لكم كلكم، كانت واقفه على حيلها. قول اي كلام بقى عشان اتزنق، فبيقول اي كلام وخلاص بقى. اقول لك عايزين تعرفوا مصر عامله ازاي؟ روح حديقه الحيوان. انا مسميني هنا في البلد الدايه. مسميني كده ليه؟ عشان بطلع الضحك من رحم المعاناه. حد قال لي ما تاخد الحديقه تعملها، قلت له لا. ده بتخش على الحديقه من هنا تلاقي كل الناس بتتكلم حديقه الحيوان والخضره اللي موجوده فيها والاسود الجميله. الله مبسوطين مني صح؟ ايه ده يا جدع والله الضرب دي سبب اسري. هتنقصني. انا قلت كلام كتير، يعني انا بقول الكلام ده ملوش علاقه كتير بالمؤتمر، لكن دي البيئه اللي انا بتكلم عليها. هتتعاطف معايا. تصدق بالله لا انا ما بحبكش، والله العظيم ما بحبك. مهم قوي ان انا اقول الكلمه ديت. اتعمل في تاريخ مصر كله خلال ال100 سنه ولا اكتر، بيتعمل في خلال 4-5 سنين. انا ارد عليه بحاجه واحده. ايه هي؟ لا بأمارة ايه؟ ما هو المرتبات تعبانه. المرتبات ايه؟ والله العظيم انا بكلمكم من قلبي هنا، اقل من 10,000 جنيه لاي حد بيشتغل ما يعيش. عايز تقول لي ان المفروض ان احنا نزود المرتبات؟ ايوه انا عارف، بس منين؟ هو انا السبب ولا ايه؟ انا كان عليا عايز ادي المواطن 30,000 جنيه. وانا عايز مصر تكسب في كاس العالم. عادي، كلها طموحات وامان. هتقولي طب ما تديهم. اقول لك يا ريت. تقول لي الله، طب ما انت بتتكلم على انك انت حمدي عبد الحي. يا فندم. طب تقبض كام؟ بقبض 14,200 جنيه يا فندم. طب يعني الله، هو في ايه؟ وش بقى جت عليا؟ طب ليه؟ يبقى ده فوق. باللي احنا ماشيين بيه ده الوقت وقت العمل بس، ووقت العمل انا ضاغط على الدنيا كلها انها تخلص امتى؟ لا امبارح، مش السنه الجايه ولا 5 سنين. لا انت فاضي؟ ما فيش شغل؟ وراك شغل؟ والله طب اختصر لي معلش. والله العظيم انا مرايق، انا مضروب بالجزمه.
حد يقول لي طب انت بتهتم بالاسمنت والحديد؟ ما تم ضخه في مصر في ال7 سنوات الماضية يعادل أكثر من تريليون و700 مليار جنيه، يعني أكثر من 100 مليار دولار بس تم استثماره في البنية التحتية. لما اتكلمنا خلال ال7 سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار. 400,000 دولار شكلها هتولع نار. لا أنا مهتم بكله، بدليل بتتكلم على انك انت بتعمل مينا ب 40 مليار. اديك اتلطيت اهو انت واهلك وبلدك كلها، وكل ده ليه؟ عشان منفض ومسقع ومترلها. انا هديكم مثال، والكلام اللي هقوله ده مش بقول كلام، ده كلام حصل. فجينا على موضوع المواني في مصر، المواني في مصر. اتقال ايضا انه بتعملوا ده الترتيبات، وانا هقول اهو بشكل واضح انه اصل علينا ديون، وبالتالي الاصول بتاعه البلد هتتباع عشان سداد الديون، ومش هنقدر كمان نسدد الديون اللي علينا. المواني اللي احنا بنتكلم عليها دي اقعد انا النهارده بقى بطرحها ايه؟ تشغيل بس. حاجتي عايز تخش تشتغل دي بتاعتي. اعتقد كده اي حد هيطلع يقول لك بعت ولا عملت ولا ايه، تبقى شبكه المواني اللي موجوده عندنا ايه اللي يحصل يا كامل؟ قول. مش عايز اقول يتخانقوا او يترجوا ان احنا ياخدوا مواني، ولكن يا فندم طالبين مواني، وان شاء الله باذن الله طبعا. اقعد يا كامل. يا عم اقعد اقعد يا عم اقعد. مركز التجاره العالميه كفايه ان شاء الله. كفايه يا كامل. بس يا علي بس يا علي مش ناقصك، كفايه. الزياده السكانيه اللي بقى لنا اكتر من عبد الناصر اتكلم فيها، والله يرحمه، الله يرحمه عبد الناصر، والله يرحمه السادات، والله يرحمه مبارك، اتكلم فيها ما حدش حلها. دي ثروه قوميه كبيره جدا، يجب ان نحرص على ان ندربها ونحسن استخدامها وادارتها وتوظيفها. الناس في العالم يفرحون بزياده عدد السكان. يا ترى في مواطن وهو جاب 3 4 اولاد قال لهم انا بحب الاولاد كتير يا اولاد، انا مش عارف اشغلكم، مش عارف اشغل، انا مش عارف اجوزكم، انا مش عارف اعلمكم، انا مش عارف اعلم، انا مش عارف اكلكم، انا مش هاكل، انا الغلطان. لا ما بيقولش كده، ده بيقول لهم الدوله ما شغلتكمش، الدوله ما اكلتكمش، الدوله ما سكنتكمش. ايه ده؟ كان هناك ثقافه سائده في مصر قبل ذلك، كانوا يقولون ان زياده السكان تاكل التنميه، فاين التنميه التي كانت هذه التي ياكلها السكان؟ طيب فاهم؟ فاهم؟ ضن بقول لك. فكترت الكلام. دكتور مصطفى، انتوا عارفين ان اكتر واحد بيتعذب معايا في الحكومه مين؟ الدكتور مصطفى. والله العظيم بيقولوا لي انتوا بتجيب التمويل ده منين؟ انتوا بجد بتعملوا الكلام ده طب بتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ مفيش كلام في الموضوع ده ونخش في الموضوع. حاضر يا فندم. ما تزعلش. اتفضل استريح. والله العظيم صحيح. يعني جنابه بقت قد كده. برضو ايه ليه بدأنا الكلام وخد منحى مختلف عن المسار بتاع المؤتمر؟ انا هلس وعجبك قوي. لا ده تفكير ده قوي. ما انت بتموت في التفاهه. يا بتوع الاقتصاد قولوا لي افكار اعمل فلوس من يا جدعان عاوز فلوس بقى، عاوز اختني، اعمل فلوس من اي حته، بس غير ان انا انصب على حد او اخطف حد. لا انتوا راجع شاربين خمره ولا ايه؟ لا ده بننصب على حد، بنيجي على نفسنا. بس انا اسمع ان حضرتك ديكتاتور بيقولوا. 5 بالحب. الراجل لا مش طبيعي، بيفرح ناس كتير. لا مش طبيعي.